السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جايلكم النهاردة بيوم جديد وفيديو جديد، روتين تشجيعي كده ان شاء الله مع بعض، وهنعمل معاكم اكلة بسيطة كده للعشاء. احنا دلوقتي بغسل بس الاطباق وكده، عندي شوية مواعين بغسلهم. انا عارفة ان الجو ساقع والناس بتكسل وكده، بس لازم تتشجعوا يعني وكده، عشان ايه؟ ما ينفعش نسيب مطبخنا مش نضيف. ما تنسونيش يا حبايب قلبي في الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، وان شاء الله هننزل فيديوهات كتير مع بعض. انا هنا بغسل الاطباق الاول. هنا كده خلصت ومسحت الحوض وغسلته كويس ونشفته. هنا بقى هنعمل مع بعض اكلة بسيطة كده. هنعمل كفتة مشوية. هنا جبت نص كيلو لحمة مفرومة وتلات اربع فصوص توم كده مهروسين كويس، وبصلتين وسط كده مبشورين ومصفين منهم المية، عصرينهم واخدين المية بس لوحدها والبصل لوحده. وهنا توابل كفتة بتيجي جاهزة من عند العطار، وشوية ملح وشوية فلفل وتوم باودر وبصل باودر. وهنوريكم دلوقتي بنعمل ايه. هنا هنجيب اللحمة وهنحط عليها التوم، وهنحط البصل اللي معصور منه المية، وهنحط التوابل كده، هنعمل تجانس بقى للمواد دي كلها مع بعض. هنا اختي بتعمل لكم اهيت كده، تخلي اللحمه كده تتبل كويس. المفروض بنحطها في التلاجة نص ساعة كده اما تتطعم كده، والتوابل بتاعتها تكون اتطعمت كويس وحلوة عشان تكون طعمها حلو. الطريقة ديت سهلة جدا ومبتاخدش وقت خالص، بتعمليها في ثواني كده. عشوة سريعة كده، ممكن تعمليها على غدا عادي وجنبها طحينة وكاتشب واي حاجة وطماطم وخيار، وبتعدي بتبقى اكلة حلوة خالص. كده خلصناها. هتجيبي بقى الحاجة اللي هنحطها فيها وهندهنها كده شوية زيت، حاجة بسيطة كده بس عشان ما تلزقش. هندهنها كويس كده. بعد كده هنجيب اللحمة المفرومة، وهتعوصي ايدك كده في المية اللي هي مية البصل، علشان ايه؟ تعرفي تصبعي حلو. وهنا هتجيبي الاسياخ بتاع الكفتة وتعملي عليه. كل واحد بقى بيعمل على حسب الحجم اللي هو عايزه، يعني عايز الصبع بتاعك كبير صغير زي ما انت عايزه. اهم حاجة بس تعمليه على حاجة عشان ما يكونش مكتوم من جوه، تصبعيه على حاجة كده يعني. هنا بنصبعه اهوت. الحجم ده بتبقى زي ما انت عايزه بقى، تعملي كده بتبلي ايدك في المية ديت عشان ما تخليش اللحمه تلزق منك، احسن من ما تعمليها بزيت. كده خلصنا كل الكميه اهيت مع بعض، وحطيتها بقى في الفرن. دلوقتي بقى هعمل معاكم الطحينه. دي في اكياس طحينه كده بتيجي، بتبقى طحينه خام، او ممكن تشتريها من عند العطار طحينه سايبه كده. تحط عليها شويه خل وشويه ميه دافيين ورشه ملح. في ناس بتحط فلفل ابيض، لو انت عندك فلفل ابيض عادي، يعني مش عايز تحط خالص عادي برضو، تكون طعمها حلو خالص. اهم حاجه الخل والميه السخنه دافيه كده، وهنفضل نعملها كده جامد. نقلبها كويس لحد ما تدينا القوام اللي احنا عايزينه. لازم تبقى سايبه كده وحلوه الاول. تفضلي تزودي بقى شويه ميه صغيرين بشويه ميه صغيرين لحد ما توصل للحجم للقوام اللي انت عايزاه. طريقه سهله خالص. في ناس بتعملها في الخلاط برضو، بس متهيألي كده احسن. تعملها كده متاخدش وقت. هنا الكفتة اهيت بقى ندخلها الفرن. بتبقى مسخنة الفرن قبلها
يعني ايه، ما يكونش حامي جدا ولا بارد قوي، يعني بتسخني الفرن معاكي. وبعد كده ايه بقى، بتسيبيها في الفرن لحد ما بتاخدش وقت كتير يعني، لحد ما تحمر من فوق ومن تحت، وتقلبيها يعني على الوشين. وكده بقت جاهزة معانا. يا رب تعجبكم ان شاء الله.